الصحفيين. ان شاء الله يكون نبي عليه الصلاه والسلام، استغفر الله العظيم يا رب. المخطئ ايا كانت صفته، تم القضاه بيتحبسوا. مش المشكلة في زلة لسان وزير العدل بتاعنا اللي المفروض اللي هو قاضي ومتعلم وبيفهم، مش المشكلة اللي هو خانوا التعبير ومش عارف اللي انت عندك دلوقتي مجال في الدين انك تقول ما ينفعش ينفع احبس صحفي ومفيش حد كبير على العقوبة. واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. انت ما عندكش اصلا الخلفيه العلميه اللي تخليك تتكلم، ما عندكش حته انك تتحكم في الفاظك، انت بتهته بتهرتل، الكلام بيقع منك. واقرب مثل غلط حاضر في دماغك كان للنبي عليه الصلاه والسلام، شخصيه تاريخيه غير خاطئه للقانون بتاعك خالص خالص. فيعني ما جاش في دماغك مثلا ده لو رئيس الجمهوريه غلط فيها حاسبه. ده دليل انك انسان مش تمام، انت مش تمام، عندك جهل، عندك مشاكل في اسقاطات الامثله والوقائع، عندك خوف كامن من شخصيات. انت فعلا عندك خطوط حمراء، انت فعلا عندك خطوط حمراء ما تعرفش تقرب لها، بدليل انك استحضرت النبي في صوره غلط وفي زله لسان غلط لسانك ما عرفش يذل على اللي معينك. هي دي مشكلتك، مشكلتك انك جاهل، مشكلتك انك ما ينفعش تبقى وزير، مشكلتك ما ينفعش انك تبقى قاضي، مشكلتك ما ينفعش تتكلم اصلا، ما ينفعش تتكلم خالص.